ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا النهارده بقى ايه؟ فيديو جديد ونقول ايه؟ نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الناس اللي نفسها تاكل محشي وبتخاف عشان الدايت، تعالى اقول لك على فكره هتاكلي بيها محشي وبالكميه اللي انت عايزاها من غير ما تقلقي خالص خالص. تعالوا نبتدي يلا. يلا دي بصلايه صغنونه بالمنظر ده، ودول طماطميتين بشرهم مع ربع معلقه، بصوا ربع معلقه فلفل اسود، بهارات مشكله، كمون، كزبره، ده كله ربع، ومعلقه ملح صغيره. ودول معلقه، شايفين؟ عارفين الكميه دي قد ايه؟ 3 ربطات خضره بالمناسبه. من الكميه دي يعني انا افتكر زمان كانوا الربطه كانت اكتر من دي. دول 3. ودول تعالى يا حاج احمد، خد اتفضلي. انا مش هقطع الحته دي من الفيديو. بصوا الادب، خدي يا حاجه اماني وخدي اتفضلي. شكرا شكرا شكرا. شكرا. نكمل بقى. ومعانا دول ايه؟ 3 معالق رز، 3 معالق رز مغسولين اهم بس يا حماده. وده نص كيلو كوسه. انتي بقى هتمشي يعني الوصفه دي هتطبقيها على كرنب، على ورق عنب، على بتنجان، على فلفل، على كوسه، على اي حاجه عايزه تعمليها. بس طبعا الكميه هتختلف مع كميه الحاجه اللي انت عايزه تحشيها. يعني دول نص كيلو كوسه، الكميه دي هتبقى مظبوطه معاها. تعالوا بقى نبتدي كده واحده واحده ونشوف هنحط ايه قبل ايه. وهنا حاطه هنا معلقتين زيت، 2 معلقتين 2 بالعدد، حطيتهم عشان تبقى الدنيا جاهزه على طول. هفضي هنا 3 معالق رز بالمنظر ده كده، وعليهم البصلايه المتقطعه. تعالى يا احمد، وادي القوطه. وهحط، انا مش هحط الخضره كلها، بصوا حطيت 3/4 بس لحد ايه ما اقلب كده واظبط. لان كده كده الكوسه انتوا عارفين ما بتاخدش حشي كتير، فمش عايزه تبقى الدنيا يعني حاجه تفوت منها. ماما البطاطا مش تعرف. وهنا البهارات. هما بيسيبوا الدنيا كلها ويجوا يتكلموا جنبنا. منورين. دلوقتي خايفين تردوا؟ اروح منهم فين الناس دي؟ وده كده يبقى جاهز على الحشي. يبقى احنا قلنا هنعمل الطريقه دي ريتال دقيقتين. احنا هنطبق الطريقه دي سواء على اي خضار. قلنا كوسه بقى، بتنجان، كرنب. مش هتربطي نفسك بكميه. يعني انت مش هتربطي نفسك بكميه، لا ده انا اكلت صباعين، لا انا اكلت 3. مفيش الكلام ده خالص. وفي حاجه اضافه كمان للي حاببها، بس انا ايه ما بستلطفهاش بصراحه. اهو بيتحشي بالمنظر ده. الاضافه هي ايه؟ الناس اللي بتحب قلب الكوسه هتضيف قلب الكوسه، شويه من قلب الكوسه في قلب الخلطه دي. ممكن تضيفي جزر مبشور. خلي بالك ده كله هيكتر معاكي ايه الكميه. اهو بالمنظر ده كده. هخلص بقى حشيهم ونرجع لبعض. بصوا اهو انا كده خلاص فاضلش غير صباعين. ويعني انا قلت اوريكم هنا في الاخر ان الكميه يا دوبك بالظبط على قد نص كيلو الكوسه. انا مش عارفه يعني، انا بقالي قد كده قاعده لوحدي. اول ما جيت اصور جم كلهم. مروه يعني عيالك صوتهم طالع، خايفه انت تتكلمي والله يعني على معجب. والتاني بيقول يا امي روحي يا مروه ردي على ابنك. الناس دي هتطفشنا عن قريب، ما تقلقوش. بصوا بقى الميه دي، الميه اللي هي نازله من القوطه والبصل والكلام ده انا ما برميهاش.
هنستخدمها في التسويه بتاعت الكوسه، بتديها طعم. فانا كده خلصت اهو. انا حبيت اوريكم. ده هجش عليهم من قفاي، اصبري بس. هجش عليهم من قفاي. فانا ايه كده خلصت دول، وهوريكم بقى واحنا بنسوي. وانا هزود الميه اللي هسقي بيها على الميه دي عشان تاخد طعم كل حاجه فيها. بصوا كده دلوقتي دي الميه اللي انا قلت لكم عليها، هنحط عليها شويه ملح ببهارات، وهنزودها شويه ميه مغليين اهو، لان مفيش شوربه. في شوربه اسقيها شوربه، في مرقه دجاج حط لها مرقه دجاج. وادي الكوسه اهي رصيناها في الحله وهنسقيها بيها زيها زي اي محشي بعد كده. بالمنظر ده. اول ما تغلي هوطي عليها طبعا وهغطيها واسيبها تستوي واوريها لكم في الاخر. بصوا بقى شايفين الدخان وهي طالعه سخنه موحوحه بقى ايه. بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي، وما تقلقيش من الرجيم، وما تقلقيش من اكل المحشي في الرجيم، وهتاكلي الكميه اللي انت عايزاها، وهتحسي انك شبعانه ومبسوطه وفرحانه. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والتعليق جميل منكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.